أنا سوف أتحدث عن شقين لو سمحت لي. أولا عن غار جبيلات، وثانيا لأنه تم ذكر مالي وبوركينا فاسو والنيجر دول الساحل في مبادرة الأطلسي، نعرج على ذلك في عجالة، وخير الكلام ما قل ودل دائما. أنا أشوف سؤال يطرح نفسه، لماذا هذا العويل والنواح الذي حادث الآن من جانب المغاربة لم نراه لدى في موريتانيا ولا تونس ولا دول الساحل، هذه الدول المجاورة، أولى موريتانيا التي هي الدولة مصدرة للحديد. يعني من المفترض أن هذا الحديد قد يؤثر على حصتها السوقية وهذه الأشياء، ولكن بالعكس رأينا الموريتانيين يتكلموا بكل حيادية وبكل موضوعية عن هذا الموضوع، وكذلك حتى الليبيين والتوانسة. أيضا حتى على المحافل الدولية، أنا حتى تابعت مؤخرا بعض التقارير لبعض الجهات الاقتصادية، منها بلومبرج ومنها بلومبرج عربية قناة الشرق، كان لها تقرير جميل جدا، سأرسل لك الرابط تبعه، عن المنتجات الجزائرية وتفوقها أخيرا، والطفرة التي أصبحت لدى الاقتصاد الجزائري بعيدا عن النفط والغاز، الجودة والمنافسة مع حتى بعض المنتجات الأوروبية. سأرسل لك ذلك الرابط واطلع عليه. هي شبكة سعودية اقتصادية، بلومبرج عربية قناة الشرق. أيضا يعني حتى الحديث والتحليل الذي يقوم به المغاربة للأسف، والله نحن كنا نريد أن نستفيد من جهة محايدة غير مثلا تحليل الجزائريين، ولكن أنا رأيت في تحليل بعض النخبة وبعض الاقتصاديين والأكاديميين المغاربة هو نوع من شيزوفرينيا تعيشه هذه النخبة، يعني انفصام بعيد عن الواقع، يعطون حجم كبير لأنفسهم ومثلا لبلدهم أكبر من الحجم الحقيقي. يعني عندما قامت الجزائر بهذا المسار على الحدود قالوا من أجل أنها تفعل للمغرب وتفعل للمغرب، وتناسوا أن هناك دراسات لهذه الطرق وهذا المسار، وهناك طرق وعرة وهناك جبال وهناك تم أخذ هذا المسار بعيدا عن هذا الحدود يعني. وحتى عندما يتحدثون يقولون لك، يعني لم أقتنع بالكلام، حتى عندما يقولون لك فرنسا اكتشفت هذا الحديد وتركته. فرنسا تركت الغاز وتركت النفط وتركت الذهب وتركت الكثير من المعادن والنحاس وذهبت، ولم تخرج بملء إرادتها كما يقال، يعني مكره أخاك لا بطل. خرجت بمقاومة المجاهدين ومقاومة الاستعمار، باعتراف حتى الأجانب على مستوى العالم. حتى بعض المؤرخين العرب قالوا لو كان هناك مقاومة للاستعمار فقد قاومه الجزائريين. هذا يعني شيء نعترف به. يجب أن نكون هناك شرف في الخصومة، نعترف للخصم بما لديه. حتى هذا الهجوم يعني الغير مبرر على هذا المشروع الاستراتيجي الذي هو يبدو واعد جدا وسيجلب للمنطقة حتى لأفريقيا بصفة عامة، سيكون له يعني مردود كبير جدا في توفير الحديد وفي استقلالية أفريقيا واستقلالية المنطقة يعني. أيضا حتى هناك يعني بالعقل هناك شراكة في هذا المشروع مع الصين ومع تكتل صيني، تكتل MCH الداخل في هذا. هل ما يعقل الصين تدخل في شراكة مع دولة مثل الجزائر في هذا المشروع وهو مشروع غير ذي جدوى؟ أيضا المرافق الضخمة، سكك الحديد والنقل والبنية التحتية المرافقة لهذا المشروع، حتى ولو سلمنا جدلا أنه ليس ذي جدوى اقتصادية، هذه البنية التحتية مكسب كبير للجزائر وللجزائريين. يجب أن نعترف بالحقيقة، يعني حتى عندما نحلل نذكر الأشياء الواقعية الحقيقية، حتى لا نظهر بموقف غير طيب أمام يعني من يتلقى، ولا نستغفل الناس ونستغبيهم ونعتبر نفسنا نحن الأذكياء، وأن الناس الآخرين أنهم سذج ويصدقون كل ما نقول يعني.